قررت السلطات السبت المحتلة ترحيل مواطنا جزائريا فرنسيا وتسليمه إلى السلطات الفرنسية بعد توقيفه وهو يحاول تسلل سباحة من الثغر المحتل إلى مدى الفنيدق عبر منطقة تراخل، ليظهر لاحقا أنه متهم بالتورط في جريمة قتل بفرنسا. وحسب ما أوردته صحيفة الفارو المحلية، وفق المعلومات التي تم جمعها أثناء عملية تحديد هوية المعني، لم تذكر سوى أنه مواطن جزائري ويقيم في مونبولي بفرنسا. وأوردت الصحيفة أن المعني وخلال التحقيق معه صرح أنه مغربي من فاس، وأضاف: ليس من المنطقي أنه حاول دخول إسبانيا عبر سبت المحتلة بعد أيام قليلة من وقوع الجريمة التي يتهم بها في فرنسا. ولم ترفض الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بسبت المحتلة أقوال المعني وادعاءاته خلال طلب الاستئناف الذي قدمه فحسب، بل أكدت أيضا عدم دقة أقواله لأنه كان ينوي الفرار من سبت المحتلة وليس العكس. وتم إلقاء قبض على بطل هذه الأحداث أثناء هروبه من سبت المحتلة عندما كان يركض حول حاجز من شاطئ تراخال بنية العبور إلى الفنيدق سباحة وإخفاء هويته الحقيقية، وهو ما أثار شكوك عناصر الحرس المدني الإسباني بعد توقيفه. وبعد تنقيط المعني تم التأكد من أنه مطلوب من طرف السلطات الفرنسية لتورطه في جريمة قتل، وتم التأكد من هويته أيضا بواسطة رقم هاتفه الذي زودت السلطات الأمنية الفرنسية نظيرتها الإسبانية به رفقة معلومات هويته.